النهارده بقى هنعمل مع بعض اكله حرشه تفتح النفس كده، بدون لحمه وبدون فراخ، بس ايه، مشبعه ومغذيه، سهله وسريعه وعلى قد الايد. طاسه بقى على البوتاجاز، حاطه معلقتين كبار من الزيت، ونزلت عليها ببصلايه انا مقطعاها صغير، وحمرت بقى البصلايه معايا بالشكل ده، ونزلت عليها كمان بحبايتين من الطماطم، وقرن فلفل انا مقطعاه، يعني حوالي كام حبايه من الطماطم. هقلبهم بقى بالشكل ده مع بعض مع البصلايه، وهنزل عليهم بقى بالبهارات. هظبط بقى الملح اول حاجه، وهنزل عليه بمعلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه صغيره من البابريكا. اكلتنا النهارده احسن من اللحمه والفراخ، اكله مشبعه ومغذيه، جربوها بجد هتعجبكم. نزلت عليهم بقى بمعلقه صغيره من الفلفل الاسمر ومعلقه من البابريكا، واقلب بقى كل ده مع بعض واسيبها تتسبك بقى معايا. اول ما تتسبك بقى معايا والطماطم تستوي بقى بالشكل ده، هقلبها، اديها تقليبه بسيطه بقى بالشكل ده. استوت بقى معايا خلاص واتسبكت معايا. هنزل عندي بقى هنا ب6 بيضات، البيض بقى حسب يعني عدد افراد الاسره. هنزل بقى بيضه بيضه بالشكل ده، افضي بقى البيض بالشكل ده، وارش عليه رشه بسيطه من الفلفل الاسمر. اظن غدوتنا بقى مشبعه وكمان مغذيه وكمان سهله وبسيطه وعلى قد الايد، جربوها بجد هتعجبكم. بس بقى يا وريت عجبتكم النهارده وصفه النهارده، تنوروني بقى بالاشتراك في القناه بقى، واسيبوا لي كومنت يشجعني، ومطبخ التوفير مع ام محمد، عشان اعمل لكم افكار بسيطه وعلى قد الايد واغلات يعني مغذيه برده ومشبعه. خلاص بقى زودت عليها رشه من الفلفل الاسمر، هغطي بقى عليها وهدي عليها النار واسيب لغايه البيض بقى ما يستوي معايا. هو بياخدش معايا حاجه يعني، وعملتي احلى طبق شكشوكه للغدا، وصفه اقتصاديه وعلى قد الايد. فتحت بقى البيض عندي بقى بالشكل ده، ههدي بقى عليه واغطي عليه. ده شكله بقى بعد ما استوى بالشكل ده، ما شاء الله استوى وجميل، ما اخدتش حاجه، اكله سهله وسريعه برده في الحر اللي احنا فيه ده. هنزل بقى عليها برشه بسيطه من البقدونس انا مقطعاه صغير بالشكل ده، رشه بقى بسيطه. ونكمل بقيه الغدا بتاعنا النهارده ونشوف هنعمل معاه جنب الشكشوكه ايه. انا عندي هنا قرن من الفلفل وكام فص من الثوم انا فرماهم في الكبه، وعليهم عودين من البقدونس انا مقطعاهم. نزلت عليهم معلقه صغيره من الملح، وكمان معلقه صغيره من الكمون، وكمان عليهم معلقتين كبار من الخل، وعصير نص ليمونه بالشكل ده. وقلبت بقى كل ده مع بعضه. وعندي هنا طماطم انا مقطعاها بالشكل ده، انا غسلاها ومقطعاها بالشكل 3 قطع بالشكل ده. هحشيها بقى بالشكل ده بالخلطه دي، الطماطم بقى المخلله، جربوها جنب اي اكله. وكمان كنت محمره طبق من البتنجان، هحط عليه بقيه الخلطه، بجد طعمها جميل، الطبق ده يفتح النفس لوحده جنب اي اكله، جربوه بجد هيعجبكم. ده شكل بقى البيض بعد ما استوى الشكشوكه. وعندي بقى هنا يعني طبق البتنجان، تفتح النفس جنب اي اكله، جربوه بجد. البتنجان المخلل السريع والطماطم برضو المخلله، جربوها بجد هتعجبكم. وحمرت كمان طبق من البطاطس، وكمان عملت صلصه جبنه قديمه، جربوها بجد هتعجبكم. اكله سهله وسريعه تنفع في الحر ده، يعني غير اقتصادي وعلى قد الايد، اكله اقتصاديه وبسيطه.